يعني الفيلم مشارك بالمهرجان، وامبارح كان العرض، وكان عرض كتير مميز، يعني مشاركة فعالة من الجمهور مع يعني أسئلة ونقاش كتير حلو. يعني هو علاقة السينما الفلسطينية مع الأرشيف هي علاقة كتير قوية، لأنه يعني جزء كبير من الرواية الفلسطينية تم سرقته من خلال سرقة الأرشيفات. فالفيلم يبلش من يعني حدث واحد اللي صار ب 82 مع احتلال بيروت. تم سرقة السيطرة على مركز الأبحاث الفلسطيني وسرقة كل الأرشيف اللي كان موجود هناك، بضمنها أفلام وصور. فهو نقطة البداية للتعبير عن الحالة الفلسطينية ومحاولة للتعبير عن هذه الحالة من خلال أرشيفات اللي هي مسروقة. فهو يعني إذا بدك يعني كل الفيلم تعبير مجازي عن الحالة الفلسطينية كشعب موجود تحت الاحتلال. يعني هو كان عملية بحث كتير طويلة، يعني للملمة كل هذه الجزئيات اللي كانت موجودة بأيدي ناس مختلفين وأمكنة مختلفة. فعملية البحث عن الأرشيفات يعني أخذت كتير وقت حتى واحد يعني يحصل على هذه يعني الآثار لأرشيفات مسروقة. لهذا السبب الفيلم يعني معمول بطريقة اللي بتجمع حالات معينة، أمكنة معينة. بالنسبة لي كان كتير مهم إنه أعرض الفيلم بالمغرب للجمهور المغربي. يعني مهرجان مراكش هو مهرجان كتير مهم، وتفاعل الجمهور المغربي مع بشكل عام مع الموضوع الفلسطيني هو كتير يعني مؤثر بالنسبة لي. كان كل ما يهمكم على أمواج كاب راديو.